اهلا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة جديدة وحلقة جديدة من حلقات ازواج رسول الله. قصتنا النهاردة عن اول امرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. قصة النهاردة عن السيدة سودة بنت زمعة. قصة السيدة سودة بنت زمعة هي قصة لطيفة وجميلة زي صاحبتها بالظبط. هتحبوها برضو زي ما أنا حبيتها وتخيلتها، وهنتعلم منها برضو شوية حاجات. ولكن في البداية هي مين؟ هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبدود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ويقال حسيل ابن عامر ابن لؤي القرشية رضي الله عنها. كانت السيدة سودة متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكران بن عمرو، وأنجبت منه ولد أسمته عبد الله. والسكران بن عمرو كان من الصحابة الأجلاء، أسلم هو وزوجته السيدة سودة، وكانوا من المهاجرين للحبشة، ورجعوا بعد كده إلى مكة. وبعد ما رجعوا توفي السكران، وفضلت السيدة سودة بنت زمعة مؤمنة، ولكن أهلها كانوا على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفيت زوجته وأم أولاده السيدة خديجة رضي الله عنها، عرضت عليه خولة بنت حكيم إنه يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال لها: من سأتزوج؟ فقالت له: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. رد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل: ومن البكر؟ فقالت: عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ فقالت: سودة بنت زمعة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا راحت السيدة خولة خطبت السيدة عائشة والسيدة سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. الحديث اللي بيروي تفاصيل خطبة الاتنين طويل جدا، ولكن اللي بنعرفه منه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة سودة اولا، وفضل خاطب السيدة عائشة بسبب صغر سنها، واجتمع بالسيدة سودة في منزله بمكة في السنة 10 من النبوة. السيدة سودة رضي الله عنها كانت بتعرف بالنقية الطاهرة المعطاءة، ما كانتش تخلي فلوس معاها أبدا، كانت كثيرة الصدقة بشهادة السيدة عائشة وسيدنا عمر ابن الخطاب. وعرف عنها أنها كانت خفيفة الظل، يعني كان دمها خفيف، وكانت على طول تقول كلام يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف الطريفة إنها لما كانت بتصلي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي يطول في الركوع، بعد ما يخلص تقوله: أمسكت أنفي حتى لا يقطر دما، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها. كمان كانت طيبة وبتصدق أي حاجة. مرة السيدة عائشة والسيدة حفصة حبوا إن هما يهزروا معاها، فقالوا لها: ظهر الدجال. فهي صدقتهم وراحت استخبت في أوضتها، وبعد شوية خرجت وعليها غبار. فلما خرجت بالشكل دوت قعدوا يضحكوا عليها، ولما جه الرسول صلى الله عليه وسلم حكوله، فضحك من موقفها ومن سلامة نيتها وطيبتها. وبيقولك ان مشيتها كانت مضحكة جدا، وهي كانت بتتعمد ان هي تمشي قدام الرسول بالطريقة دي لضحاكه رضي الله عنها. السيدة سودة رضي الله عنها قبل ما تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم شافت رؤية ان الرسول بيوطأ عنقها، ولما حكت المنام او الرؤية دي لزوجها الاول السكران بن عمرو، فسر لها الحلم ده وقال لها ان هو هيموت، وان الرسول صلى الله عليه وسلم هيتزوجها. وشافت كمان في منامها كأن قمرا انقض عليها وهي مضطجعة. السيدة سودة بنت زمعة كانت امرأة ثقيلة سبطة، يعني كانت حركتها تقيلة بسبب وزنها وكمان كبرها في السن. بلغتنا دلوقتي كانت حجوجة في نفسها كده. كبرت السيدة سودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت امرأة مسنة، ولم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي الرسول. طيب ما خطرش في بالك تسأل هو ليه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة سودة؟ والإجابة هتكون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها ليحفظها من الفتنة، لأنها كانت مؤمنة بالله وبالرسول، وأهلها كانوا مشركين. لما كبرت السيدة سودة وأصبحت امرأة مسنة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول، وأعرض عنها النبي، حب يعفيها من الإحراج وعايز إن هو يطلقها.
فهي خافت جدا من فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت تتوسل إليه إنه يخليها ما يطلقهاش، لأن هي حابة إنها تبعث وهي في أزواجه. وفيها نزلت الآية 128 من سورة النساء اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وبعد كده عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخليها على ذمته، وإن هي هتهب اليوم بتاعها للسيدة عائشة. والموقف ده الحقيقة فيه كتير من الحكمة والعقل والإيثار والعطاء، وكمان الموقف فيه ذكاء وحنكة وتفكير وتفاوض كده، اللي هو عافت نفسها والنبي من الإحراج، وفي نفس الوقت فضلت برضو محافظة على قربها من الرسول عليه الصلاة والسلام. السيدة سودة أيضا كانت من المجاهدات، هاجرت مع الرسول للمدينة وحضرت معاه غزوات زي غزوة خيبر، وروت عن النبي 5 أحاديث صحيحة ذكرت في البخاري وأبي داود والنسائي. وتوفيت في شهر شوال بالمدينة المنورة سنة 54 هجريا في خلافة معاوية. رحم الله السيدة سودة بنت زمعة ورضي عنها وأرضاها. قصتها جميلة الحقيقة، حبيتها كشخصية وحبيت حياتها، حبيت صدقها وشفافيتها والرؤية الصادقة اللي شافتها كعوض من ربنا سبحانه وتعالى، ومكافأة وتشريف وتكريم على إيمانها وصبرها. حبيت كمان سنها اللي بيضحك وطيبة قلبها، حنانها وأمومتها وحكمتها وقلبها المليان بحب الله والرسول. ونستفاد من حكمتها في موقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم إننا لازم ناخد الأمور أحيانا بالعقل والحكمة والفطنة، ومش دايما بنقدم العاطفة والكبرياء. يا ريت أكون قدرت أوصل إحساسي ده وتكونوا حبيتوها معايا، وهو ده الهدف من القصص، إننا ناخد منها عبرة ونتعلم ونقتدي بيهم. وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة لو بتشوف الفيديو على اليوتيوب، وما تنساش دعائك لأهل غزة ودعمك ليهم بكل ما تستطيع. واستنوني في فيديو جديد وقصة جديدة من تلبيب الكتب مع إيمان سعيد، والسلام عليكم.